السلام عليكم، إن شاء الله النهارده هنعمل مع بعض القرص الطرية بطريقة سهلة وبسيطة جدًا، وهتطلع معاكِ هشة وطرية جدًا، طراوة فظيعة بخطوة واحدة بس ومكون واحد بس وبطريقة معينة هتنقلها معاكِ في حتة تانية خالص. يالّا بينا نبدأ، بس قبل ما نبدأ تنسوش تصلوا على النبي، وما تنسوش تدعموني بلايك لو عجبكم الفيديو. أول خطوة معايا هنفعل الخميرة، معايا كوباية ونص من اللبن الدافي، لازم اللبن يكون دافي عشان إحنا في الشتا، نص كوب من السكر، معلقة ونص كبيرة خميرة فورية. ونقلّبهم كويس جدًا مع بعض لحد ما يدوبوا ويختلطوا مع بعض كويس جدًا. بعد كده هاغطّيها واركنها على جنب لحد ما الخميرة تشتغل. تعالوا بينا نحضّر بقية المكونات، اللي هي عبارة عن كيلو من الدقيق يكون منخول كويس جدًا، عليهم معلقة صغيرة من الملح، عليهم معلقتين صغيرين من البيكنج باودر. نقلّب المواد الجافة ونخلطهم كويس جدًا مع بعض. وبعدين نعمل حفرة في المنتصف عشان نصُب فيها المادة الدهنية اللي هي عبارة عن نُص كوباية من السمنة، والسمنة هنا كانت دافية، يعني أنا بس فكّيت السمنة على النار وخلّيتها دافية وزوّدت عليها ربع كوباية من الزيت، يعني المقدار كُلّه عبارة عن كوب إلا ربع من المادة الدهنية. وممكن تخلّي المقدار كُلّه من السمنة، يعني تحطّي كوباية إلا ربع من السمنة الدافية. هاقلّبهم في الأول بالمعلقة كده زي ما أنتم شايفين معايا. وبعد كده هابدأ أستخدم إيدي، أهم خطوة إنِّك تغلّفي الدقيق كويس جدًا بالمادة الدهنية، تبدئي تفركيهم بإيدِك كده لحد ما تتأكدي إن كل الدقيق اتغلِّف كويس جدًا. وبعد ما غلّفنا الدقيق كويس جدًا بالمادة الدهنية وبقى عامل زي الرملة المبلولة كده، هابدأ أضيف الخميرة واللي كانت اتفاعلت معايا كوّنت فقاقيع وطبقة كده على الوش، قلّبتها كويس في الأول مع بعض وبعد كده بدأت أضيفها على الدقيق. وهابدأ أعجنهم بإيدي كويس جدًا زي ما أنتم شايفين معايا كده، لحد ما الدقيق يشرب خليط الخميرة اللي إحنا حطيناه. أنا بس هنا نقلت في طبق تاني عشان كانت البولة صغيرة ومش عارفة أعجن فيها كويس. ومعايا كوباية من المَيّة الدافية جنبي، هابدأ أزوّدها بالتدريج لحد ما العجينة تتلم معايا. طبعًا مقدار السوايل بيختلف من نوع دقيق للتاني، وهاقول لِك خدت معايا قد إيه في الآخر. طبعًا تقدري تعجنيها كل المقدار باللبن، وبرضه تقدري تخلّيه زي ما أنا عاملاه كده، يكون جزء منه لبن وجزء منه مَيّة، لإن المَيّة بتدّي هشاشة وخفة كده للعجين، بتخلّي القرصة خفيفة أكتر ما تبقاش مكتومة. وهنا كانت العجينة اتلمِّت معايا زي ما أنتم شايفين كده، خدت معايا كوباية من المَيّة الدافية. يعني مقدار السوائل اللي خدته العجينة كان عبارة عن كوباية ونص من اللبن الدافي وكوباية من المَيّة الدافية، باعجن فيها بقى مدة 5 دقايق، وبعد كده بازوّد الإضافة اللي هتنقلها في حتّة تانية، وهي عبارة عن كوباية صغيرة من الزبادي اللي هي بتبقى 75 جرام. في المرحلة دي بابدأ أزوّدها وأبدأ أدمجها كويس جدًا مع العجين. أول ما تبدئي تدمجي الزبادي كويس جدًا مع العجينة، هتحسي إن العجينة بدأت تفُك منِّك، كمّلي عجن وهترجع تلِم معاكِ تاني عادي. وهنا كانت العجينة اتلمِّت معايا، اعجني فيها مش أقل من 10 دقايق، كل ما تعجني العجينة كويس جدًا، كل ما تاخدي منها نتيجة حلوة. وهاقول لِك على تريكاية عشان تاخدي تسرّع معاكِ الموضوع العجن وتنشّطي العرق، إنِّك تريّحي العجينة كل شوية دقيقة، دقيقتين كده وترجعي تكمّلي فيها عجن، ده بينشّط العرق كويس جدًا. بعد كده بقى باغطّيها بكيس تلاجة وبعد كده بفوطة واسيبها تخمر في مكان دافي. على ما تخمر العجينة هابدأ أحضّر العجوة. معايا باكيت عجوة 400 جرام، باضيف عليه معلقة كبيرة من السمنة أو معلقة كبيرة من الزبدة وأبدأ أدمجهم مع بعض كويس جدًا. وبما إننا في الشتا فممكن تلاقي العجوة ناشفة جامد جدًا معاكِ، فبتعرّضيها للحرارة يعني على نار هادية، وتبدئي تسخّني العجوة وبعد كده تبدئي تدمجيها مع معلقة السمنة أو الزبدة، أو ممكن كمان تعرّضيها لحمام مائي زي كده لمّا بتسيّح الشوكولاتة. وأنا بافضّل الطريقة دي أكتر لإنها بتحافظ على طراوة العجوة من غير ما تنشّفها. وزي ما أنتِ شايفة كده بعد ما دمجتها العجوة طرية جدًا معايا، هابدأ أشكّلها لكويرات صغيّرة على قد القرصة اللي أنا هاعملها. وهنا كنت خلّصت التشكيل وخلّصت كمية العجوة اللي معايا. هابدأ أغطّيها بكيس تلاجة، لازم تغطّيها بكيس تلاجة عشان ما تنشفش منِّك. وهنا بعد حوالي مرور ساعة كانت العجينة خمرت معايا زي ما أنتم شايفين كده. وهي في الشتا بتاخد وقت حوالي من ساعة إلّا ربع ساعة بالكتير وبتكون خمرت. هابدأ بقى أخرّج الهوا كويس جدًا منها، هاهبّطها كويس زي ما أنتم شايفين معايا كده وأخرّج كل الهوا التخمير اللي كان فيها. وهنا بعد ما كنت هبّطتها وخلاص وخرّجت كل الهوا اللي كان فيها، هابدأ أقطّعها لكِوَر صغيّرة على قد حجم القرصة اللي أنا عاوزاها. يعني حجم القرصة بيكون حوالي 60 جرام، ممكن تصغّري عن كده برضه ويبقى حجمها 50 جرام، الحجم اللي يناسبِك اعمليه. هابدأ أكمّل بنفس طريقة التشكيل، هاخد قطعة صغيّرة وأبدأ ألِم الأطراف على بعض زي ما أنتم شايفين معايا كده.
وبعدين بالفّها على إيدي لفتين كده أو على الرخامة، وبعد كده هاكمّل بنفس طريقة التشكيل لحد ما أخلّص الكمية كلّها، بارصّها على طبق مش مرشوش أي حاجة، عشان ما نغيّرش من قوام العجينة، لإن لو رشّيناه دقيق ممكن نخلّي العجينة تنشف معايا، بس لو أنتِ حسيتِ إن العجينة بتلزق معاكِ ممكن تمسحي الطبق مسحة خفيفة جدًا من الزيت. هنا كنت خلّصت الكمية كلّها، هاغطّيها بكيس تلاجة عشان ما تنشفش منّي واسيبها تريّح 10 دقايق. وهنا بعد ما كانت ارتاحت باجيب الكورة وابدأ أفردها فردة بسيطة، وأنا بافردها باركّز على الأطراف بحيث إن يكون سمك الأطراف يكون أرفع من النُص، عشان خاطر لمّا نحط حشوة العجوة تكون في النُص بالضبط، وبعد كده بعد ما فردتها باجيب كورة العجوة وابدأ أفردها فردة بسيطة كده زي ما أنتم شايفين، واحطها في نُص العجوة عشان تكون العجوة مالية القرصة، وبعد كده بابدأ أقفل الأطراف كويس جدًا، لازم تقفلي الأطراف كويس جدًا عشان ما تفكش منِّك أثناء التخمير أو أثناء السوا في الفرن. وبعد ما قفلت الأطراف كويس جدًا، بابدأ أبطّطها تبطيطة بسيطة كده، وأبدأ أنقلها في الصينية أو الصاج، وتكون الصينية والصاج ممسوحين مسحة زيت خفيفة، وأبدأ أفردها فردة بسيطة بحيث إن يكون سمكها ما يكونش رفيع أوي ولا يكون سميك أوي، ما ترققهاش جامد عشان خاطر ما تنشفش منِّك في الفرن، وبعد كده هاكرر نفس الخطوات في بقية الكمية. باجيب الكورة وأبدأ أفردها فردة بسيطة بحيث إن يكون سمك الأطراف يكون أرفع من المنتصف، بحيث لمّا أحط حشوة العجوة تكون في النُص ما بين الطبقتين، وأجيب العجوة وأفردها فردة بسيطة كده، وأحطها في نُص القرصة، وبعد كده أبدأ أقفل الأطراف عليها كويس جدًا، عشان ما تفُكِّش منّي أثناء التخمير أو العجوة تنشف منّي أثناء السوا في الفرن. بعد ما قفلت الأطراف كويس جدًا، باقلبها على الناحية التانية وأدّيها تبطيطة بسيطة وأبدأ أنقلها على الصاج أو الصينية اللي يكونوا ممسوحين مسحة زيت خفيفة، وأبدأ أبطّطها تبطيطة بسيطة زي ما أنتم شايفين كده، ما ترقّقهاش، أنتِ طبعًا بتتحكمي في سمك العجينة اللي أنتِ عاوزاه، بس حاولي ما ترقّقهاش جامد عشان ما تنشفش منِّك، وهنا بعد ما خلاص شكّلتها أسيبها بقى تخمر. أمّا في القُرَص السادة باجيب الكورة وأبدأ أفردها على طول في الصاج أو الصينية على طول من غير ما أعمل فيها أي تشكيل، وأبدأ أبطّطها تبطيطة كده بالسمك اللي أنا عاوزاه، زي ما أنتم شايفين معايا كده. بتكون طبعًا برضه الصينية أو الصاج ممسوحين مسحة زيت خفيفة، طبعًا برضه أنتِ اللي بتتحكمي في السمك اللي أنتِ عاوزاه، وبعد ما خلّصت التشكيل بابدأ أسيبها تخمر براحتها، وهنا بعد ما القرص كانت خمرت معايا خدت معايا حوالي ساعة في مكان دافي، بعد كده باجيب طرف السكينة كده وأبدأ أعمل فيها فتحات صغيرة كده بتدّي بس منظر جمالي، ممكن لو مش عاوزة الشكل ده ما تعمليهوش. بافتح الفتحات دي بعد ما تكون القرص رفعت وخمرت براحتها، لإن ما ينفعش تعمليها قبل التخمير، لإنِّك لو عملتيها قبل التخمير هتروح الشكل ده بعد ما تخمر القرص، فأنتِ بتفتحي بعد التخمير فتحات بسيطة كده بطرف السكينة بالراحة عشان ما تطلّعيش برضه التخمير من القرص. خلّصت بقية الكمية بنفس الطريقة، وهادخّلها الفرن من غير ما أدهن وشّها أي حاجة، هي مش هتحتاج هي هتاخد لون جميل لوحدها. ندخّلها الفرن نكون مسخّنينه من قبلها على درجة حرارة 200 على الرف التاني من تحت، لو الفرن بتاعِك عالي يبقى تحطّيها على الرف الأوسط، لكن لو الفرن بتاعِك ناره هادية حطّيها على الرف التاني من تحت، بتاخد حوالي ربع ساعة في الفرن وبتكون جاهزة، أول ما تاخد لون من تحت وتحسّي الأحراف بدأت تاخد لون كده، بتفتحي عليها الشواية على الهادي تاخد لون حلو من فوق، وهنا كمان كانت القرص السادة عملت فيها نفس التشكيل وبدأت أدخّلها، وزي ما أنتم شايفين كده هي بتبدأ ترفع جوّه الفرن أكتر. تدخل الفرن على درجة حرارة عالية عشان تستوي بسرعة وما تنشفش مننا، وأول ما بتطلع من الفرن بنغطيها 10 دقايق كده لحد ما تهدى من حرارة الفرن، زي ما أنتم شايفين كده بتطلع واخدة لون جميل من غير ما ندهن وشها أي حاجة، بتطلع هشة وطرية جدًا زي ما أنتم شايفين معايا كده، طعمها روعة وكمان عجينتها قطنية جدًا، طبعًا وكمان بما إننا داخلين على رمضان ينفع تعملوها لسحور رمضان، بجد بتبقى حلوة جدًا وطرية طراوة بسبب مكون الزبادي اللي إحنا حطيناه، بيديها طراوة رائعة جدًا. من أحلى وأسهل وألذ طرق القرص الطرية، بجد طعمها روعة وطرية جدًا، احفظوها عندكم لسحور رمضان، وكمان ممكن تحشوها كلّها عجوة أو ممكن تخلّيها كلّها سادة، أو كمان ممكن تحشوها بالجبنة، وزي ما أنتم شايفين كده حشوة العجوة، بجد طعمها روعة والعجوة طرية لآخر واحدة، طالما اتبعتِ الخطوات اللي إحنا قُلناها هتفضل معاكِ طرية، حتى وهي سادة طعمها جميل جدًا وطرية جدًا وهشة جدًا، بجد من أجمل الطرق اللي هتعتمديها بعد كده للقرص. لو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير عشان يوصل لأكبر عدد.